كنشكركم التواجد ديالكم اليوم، لان دائما كتغطيو الحدث وكتوصلوا الصوت، فنشكركم جزيل الشكر. أستاذتي العزيزة، أنت مرأة حقوقية، رئيسة جمعية، شتيك اليوم لابسة لنا اللون البرتقالي اللي كيدافع لنا عن المرأة وعلى الطفل وكيوقف ضد العنف. شنو السر يعني هذا اليوم يعني بهذا اللون الجميل؟ هذا اللون انا كنعتز به لان كيمثل لا للعنف ضد المرأة والطفل. فهذا اللون خص كل مرة تهزو في قلبها وفي روحها ويكون في البلاكار ديالها، لان هذا هو اللي كيمثل انتفاضة ديال المرأة. كل مرأة تعنفت. أستاذة، شفنا مؤخرا اونتر بارونتيز الملقبة ميمي طقطق خرجت مؤخرا، واللي هي الاسم الحقيقي ديالها مريم العيساوي، خرجت مؤخرا في واحد تصريح بانها كتجمع واحد لاصوم ديال لارجون واحد الطفل تعرض للاعتداء. من بعد لقينا ان ديك الفلوس من بعد ما تجمعات السيده يعني هي على ما قالت 6 المليون شويه، ديك الفلوس ما وصلتش لذاك الطفل، ما وصلتش للاهل ديالو. يعني شنو هو الموضوع؟ حطينا في الصوره لان كثر الهضره في الموضوع وما كاينش يعني شي حاجه حقيقيه اللي غنلتمسوا فيها الحق ديال هذا الطفل اللي كيضيع. الوغ اولا كنشكروا الاميره لاله مريم الالتفاته ديالها اللي انا بالتعليمات ديالها المواكبه ديالها باش توصلنا بهذاك الوليد اللي هو ضحيه عنف وضحيه اغتصاب من طرف بعض الاشخاص اللي في الموسم. ما غنرجعوش الموضوع ديال الاغتصاب ديالو لان هذا الموضوع درنا كاملين، در المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن ضحيه ديال اشخاص اللي ما عندهم لا قلب لا رحمه، ما عندهم اخلاق، وحوش. فالحمد لله كاين القضاء اللي هو غادي ياخذ الحق ديالو. رجعوا الموضوع ديال هذيك السيده اللي انا ما كنبغيش نتكلم نذكر الاسم ديالها، علاش؟ لان الولد تعنف مره ولكن بقات كتعنفو ولا كونتينيي اغريسي واحد الطفوله وكتكسر واحد الطفوله. استغلال. الوغ الوليد لما جا عندنا وضعيه صعبه، هو الاخت ديالو والام ديالو كيتواجدوا عندنا في المركز. توصلنا للاخبار من طرف حسب تصريحات الاخت ديالو انه واحد السيده تواصلت معهم ووعدتهم انه غتعاونهم. الجاليه المغربيه، انا كنهضر على الجاليه المغربيه المغاربه خارج ارض الوطن، خارج ارض الوطن، وجو سي با من بعد نتوصلوا لحقائق اخرى. فالاخت ديالته صرحت لنا وراتنا في الهاتف ديالها انها هذيك ميمي تاك تاك طلبت منا باش تصيفط لها وثائق ديال الطفل ولا كارت ناسيونال ديالها. علاش؟ لان البنك اللي هي دايره فيه واحد لاكانيوت وصلت لواحد العدد ديال المساعدات، فطلبوا منها ما يفيد ولمن غادي يمشيو هذاك القدر اللي عندها في البنك. استاذ، يعني الحساب البنكي اين فتح؟ فوق التراب الوطني ولا خارج التراب الوطني؟ لا، فتح في خارج الوطن، يعني في فرنسا. مع كامل احترامي باش يعني نحطوا حتى المشاهدين في الصوره. يعني شنو هو السبب انه يتحل خارج ارض الوطن والطفل داخل ارض الوطن؟ بامكان المال يتحول داخل ارض الوطن. هذا اللي غنوصلوا ليه من بعد، وهذا هو التحقيق ان شاء الله توصل ليه. غير باش نوضح لك لاله مولاتي، اليوم تحطت شكايه عند وكيل العام. بعض الاشخاص اللي كيتاجروا بهذا الطفل اللي هو تحت الاشراف ديال السيد وكيل العام والسيد وكيل العام الدار البيضاء، وكذلك السيد وكيل العام ديال جديده، وكذلك الاشراف ديال الاميره. يعني هذا الطفل تحت حمايه يعني رجال الامن. فما يمكنش هذا الولد اللي مننا وديالنا ولد المخزن غتجي وحده فرنسا وغتسعى به وغتستغلو وغتستغل الوضعيه ديالو والهشاشه ديال الاسره وحتى النفسيه ديالو. فحلت كانيوت وبقات كتاخذ المساعدات من حسب تصريحاتها. خدات المساعدات، فخدات المساعدات طلبات الوثائق من عند الاخت. الاخت صيفطت لها لا كارت ناسيونال ديالها وصيفطت ليها ليكستري نيسونس داك نيسونس تاعك الزيد ديال الوليد. فقالت لها الاخت الا كانوا غادي يساعدوا خذي الحساب البنكي ديالي انا ويصيفطوا لي. فلما طلبت لها الوثائق ما عاودش ردت عليها، هزت الاخت التليفون، عاود عيطت لها من بعد دوجو، قالت لها شنو عملتي لي في داك الشيء؟ سباتها وهانتها وداك الشيء اللي قالت لها لا يتصور.
اكثر من هذا فتحت لايف وبدات كتقول ان الاخت ديال الوليد، انا كنقول لكم ما تبغاش نذكر الاسم ديالو، ولدنا احتراما ليه، انها ما قارياش وانها نصابه وانها ولات كتسي. وغادي نفتح واحد القوس غنجاوبها. هذيك الاخت ديال الوليد اللي مغتصب عندها الماستر، عندها لا ليسانس، قاريه اكثر منك، قرات تحت الشمعه وقرات في الضو ديال الزنقه داخل المدارس المغربيه العموميه تبارك الله، قرات في دوار ونجحات. واليوم وكنأكد لك اميمي تكتك ان الجمعيه ما غاديش تغمض عينيها الا ولا خدات الحق ديال الاخت ديال الطفل وكذلك الطفل. لا لاستغلال الاطفال، لا لاستغلال الضحايا، لا لاستغلال اطفال الجبال. لما كتجي واحد السيده وكتجي معها واحد الشبكه ديال استغلال الاطفال بما فيهم الزوج ديالها، وكتمشي للجبال، كتمشي للازمور، كتمشي للورزازات، كتمشي للجبال العلاش كتمشي للجبال؟ لان تما كاين عائلات ما عندهمش تلفزيون، كان عائلات ما عندهمش الغيزو، كان عائلات اللي حتى المدرسه بعيده عليهم، امز الحاجه. فهي كتمشي كتستغل هذيك الفئه اللي ما عندها حتى شي علم. اش كدير هذيك العائله حسب الفيديوهات اللي وصلونا؟ انها كتمشي كتجيب فاليز وكتدير لهم باربي. واش بنيته في الجبل غتدير لها باربي؟ محتاجه ما تاكل، محتاجه الكسوه، محتاجه المساعده، محتاجه ديك القطره اللي عندها. ياك بغيتي تعاوني انت البلاد، تعاوني المغرب، ياك انت من الجاليه المغربيه كما سيادك المغاربه الجاليه المغربيه اللي قلبهم على المغرب كيجيو كيعاونوا المغرب، كيعاونوا المغربيات، كيعاونوا الاطفال. ولكن انت شنو درتي شبكه انت والزوج ديالك وبديتو كتستغلوا الاطفال. هاد السيده كتخرج باللايفات ديالها وكتبين على انها عندها لابس عليها، عندها كتلبس شانيل، كتلبس إيسان لورون، كتلبس باش تمويه وتبين للناس ان راه عندها امكانيات وكتعاون الناس. لا لا لا، السيده راه ما عندها والو. هذه تنتمي لشبكه لاستغلال الاطفال. الزوج ديالها راجل مسن وكتجي هي وياه وكيجيو للجبال، كتجي لمراكش حاليا راه في مراكش. اش كديري في مراكش؟ ياك جيتي تعاوني الوليد وتقلبي على الاسره ديالو، علاش ما قلبتيش على الوليد في الجمعيه؟ الوليد كيتواجد في الجمعيه. الغريب في الامر ان يعني يروج في مواقع التواصل الاجتماعي اوديو يعني بعلى لسانها، يعني تعترف على انها كانت يعني تاخذ صور الاطفال يعني قاصرين في الحوز، في مراكش، في جميع يعني المناطق في المغرب، هادشي كلشي وتتاجر يعني في هذه الصور، يعني تعترف على انها يعني تبيع هذه الصور. هادشي كلشي حطيناه عند السيد وكيل العام بالحجج والدلائل. الفيديوهات اللي كتحط هي واللي كتصور الاطفال وهي ما عندها جمعيه وكدير الاحسان العمومي موثق. وكثر من هذا ان كتقول لك انا كنصور هذوك الوليدات وكنحطهم في انسيت. كتحطهم في انسيت علاش؟ باش كتستغليهم. هاد لي سيت ديالاش؟ حنا بغينا نعرفوا هاد لي سيت اللي كتحط فيهم هاد الصور ديال الوليدات ديالاش. ونلعب على العلم استاذه يعني ما بين قوسين ان القانون الدولي يجرم يعني هذا الفعل يعني بالطفل، يعني حقوق الطفل دوليا تجرم ما عندهاش الحق وكتصور الناس بدون علمهم. وكثر من هذا حيت الناس ناضوا هضروا وقالوا حشوم هادشي اللي كدير السيده محبوبه عند الناس كيحبوها الناس، نضتي كتضربي في الصحافه. يعني السلطه الرابعه في البلاد، صوت المغرب كتسبي صحافي. صوت المغرب يعني راه صحافي شنو المهمه ديالو؟ كيوصل الصوت ديال المتضرر، كيوصل الصوت ديال اي طفل في وضعيه صعبه، كيوصل الحدث، كيغطي الحدث. لولا الصحافه هي ما غتعرفش داك الطفل اللي هي دابا كتجمع به. لولا الصحافه حنا كمجتمع مدني ما نقدروش نخدموا، لان نتوما اللي كتوصلوا لنا الوضعيات. استاذه لولا الصحافه هي كانت تعرف ما حدث للطفل؟ لا. يعني ودابا هاد السيده للاسف انا كتبان ليا وصلت للقمه ديالها، ووصلت ان حان الوقت باش تحاسب. لان هاد السيده بدات من الزلزال، استغلت الوضعيه ديال الزلزال. وكثر من هذا انا بان لي واحد الفيديو كانت كتسب حتى في القائد،
كضربت في القائد، هذه ما بقاش عندها الحصارات كيف تسمى، كضرب في السلطه، كضرب في القائد، كضرب في القاضي، كضرب في الوكيل، كضرب في الصحافه، كضرب في سيف ميدسا، وكتنمر على كل شيء. شكون انت في ملك الله؟ والغريب في الامر انها كتقول لك هي كدير الاحسان العمومي، واش هي عارفه القانون الاحسان العمومي؟ تحمل مسؤوليتها في هادشي كامل. وكتقول مؤخرا ان داك الكونت يعني تحل خارج ارض الوطن، يعني القانون المغربي ما عندوش الحق يتابعها. لا الجمعيه عندها اينوطين اباري بارزه وحدها، وحتى القانون المغربي عنده الحق يتابعها، والقانون المغربي غادي يتبعها في المغرب وخارج المغرب. هذا راه بيتجمع بالاسم ديال الجمع. شوف كاين اللي كيستحمر الشعب، ماشي كيستحمر. انا كنقول لك وقلتها مرارا وتكرارا، فيما كانت شي مؤثره فقط من النعاس بيجامتها باقا حتى وجهها ما غسلاتوش معمشه، كتنوض كدير واحد القناه وتبقى كتسب، غير جيبيه فم وقول، لان باش غتطلع هي القناه ديالها غتطلع بالسب والشتم والاهانه والوضعيه ديالتها مش هادو هما المؤثرات اللي بغينا مؤثرات اللي هما قاريات. وكنحيي انا واحد المؤثره سميتها شطاماطه، كنحييها من هذا المنبر ديالكم لان فريمون هي اللي انتقدتها، وكانت احق يعني كانت فاش انتقدت حطات لنا الفيديو ديال كيفاش نصبت على هاد الناس. لولا هاد المؤثرات بزاف ديال الناس ما غاديش يعرفوا هادشي اللي فانا كنطلبوا ان يكونوا مؤثرات بهذا المستوى، لان كيوصلوا وكيحللوا مزيان. لان فاش كتكون مؤثره قاريه وعندها ديبلوم وعندها شهاده ومتكونه، راه كتوصل وكتعرف ما لها وما عليها. ماشي وحده اللي كنقولوا تنكرر فقط من النعاس وحلات بيجامتها حله قناه وكتهضر غير جيبيه في مقول. وهذا الشيء كلشي خصو يتحارب، هذا الشيء كلشي خصو يطفى علينا، لان هذا الشيء بهدلتو روسكم. كتبهدلوش المغرب، ما بهدلتوش المغربيات، بهدلتو بروسكم. وكل واحد هان مسؤول او مؤسسه راه غيتربى. فاليوم النداء ديالي ان هاد الناس اللي كينصبوا بهاد الاطفال مؤخرا الاحسان العمومي راه كنتظروا العقوبات اللي هي كبيره، بحال الطفله اللي كانت الام ديالها مع واحد السيده كيبرمجوا كيفبركوا واحد لا سيتوياسيون، وكدير لبنيتها كدير لها البونسمون وكتقول لها شعرها، وكتمشي كتجيب سكانير بلاصات اخرين وكتصور بها الفلوس. هادشي كلشي كيعاقب عليه القانون. فما للاسف هاد الشيء وغادي كيتكاثر، وبما انه غادي كيتكاثر توضع له حد وراهم كيعيشوا اللحظات الاخيره ديالهم. هاد السيده اللي هي ما خلات حتى واحد، هاد السيده اللي تاجرت باطفال ونساء، صورتهم بلا اذنهم، جالسه وكتصور في عباد الله، جالسه وكتصور فيديو كتصيفطو كتحطو وتتباهى بالاموال الطائله، كتقول على حسب تصريحاتها الاموال الطائله. اذا كتصرح انك تاخذ اموال طائله بالتصوير وبتشهير باطفال. هي كتقول انا ما كنصورش اي حاجه، انا كنعرفش كنصور فوالا ولا ما كانتش اللقطه غادي تقنع ما كناخذهاش. اذا هي شنو وقالت في اوديو اخر كتقول انها كتصور وليدات صغار بدون ملابس. بيان سور يعني صوراتهم فين المواثيق الدوليه، فين حقوق الطفل، فين القانون المغربي من هذا؟ كيفاش هاد السيده باقا تخرج من المغرب يعني بدون حاسب ولا راقب؟ شوف خاص تدخل وتخرج من المغرب، غادي يمشيو لها المغرب، غيمشي لها لتما، الجمعيات غيمشيو لها لتما. راه كنقول لك لاله مولات راه كتعرفينا كي كنشتغلوا حنا فاش كناخذوا دوسيي بين يدينا ما كنوقفوش، وحتى شي قوه ما كتوقفنا، لان كاين طفل وكاين اطفال المغرب، كان اطفال ديال المغرب العميق. كيف يعقل؟ عمرها شفتها جات للدار البيضاء صورت؟ ابدا. عمرها مشات للرباط تصور؟ كتمشي غير للجبال، كتمشي الناس اللي ما عندهمش حتى تلفزيون، الناس اللي ما عندهمش الغيزو، الناس اللي مشات المدرسه، كنقولها ونكررها، مدرسه بعيده عليهم في الجبال، هذوك الناس اللي ما كتمشي لهم. ولكن هذه راه ماشي بوحدها، يعني راه كاين ناس كيوجهوها، وما يمكنش هاد السيده غتمشي بوحديتها للجبال، فوالا راه خصها مصاريف، والطياره باش كتجي هاد السيده كتجيب الطياره وكتاخذ لوطيل وكتاخذ فيلا، كتكري فيلا وتجلس فيها وتبقى كتصور وتجيب. وكسر اللي ضرني بزاف سيكو في هاد الايام اللي هي متواجده في مراكش، مشات للجبل وشرات الصبابط والسبرديلات شي وليدات، وجات الصباط اللي حيدات الوليد القديم ديال البلاستيك وصورت داك الصباط. شوف في عبر في اليوتيوب عند واحد الصحفي حاطو هذاك الصباط، هذاك هو الطعم اللي كدير لهذاك اللي كتنصب عليهم بالجاليه المغربيه. شوف المغربي، الوليد المغربي في الجبل اش كيلبس، بيان سور غادي يشوف المغربي كيلبس داك مسكين، غادي ولد بلادو، سي نورمال، ولد بلادو ولا دي زوروبيان ولا اي واحد غادي بحيث يشوف داك الصباط يقول شوف ولاد المغاربه اش كيلبسوا.
شي يعني طريقه النصب، كتستغل شي طريقه ديال النصب. وهذا انا كنقول لكم بان ميمي تاك تاك جا الوقت ديالها باش تحاسب، جا الوقت ديالها باش تحاسب على كل ما درت في الاطفال ديال المغرب العميق. كيف استهتار، كيف ما تبيعوا في الوليدات، كيف ما تصوروا بدون علم وحدين اخرين، كيف ما تطيحوا بلادكم. غير هو واحد السؤال، يعني كتقول انا 6 المليون جمعت، بغيت نفهم 6 المليون وانا غناخذ مليون، ما فهمتش. الوغ هذيك 6 المليون انا المليون سمعت وأنا الفيديو غناخد داك مليون. الشيء وحطينا هذايا وحطيناه. انا كتقول لك 6 المليون، 6 المليون ومليون ديالي، اذا كل عمليه كتاخذ النصيب ديالها. هذا هو اللي صرحت به. اذا 6 المليون لا 5 مليون ديالي، اذا 5 غتوصل للوليد ومليون ديالتها. سي نورمال، كدير الكوميرس، كدير التجار، راه هذا التجار، حيت كتصرح ان مليون ديالها التجار في البشر. هذا انه تقر بانه قبضات 6 مليون ديالها. يعني راه وقالت لك انا دخلت للمغرب ونعطي من ما بغيت. لا لا لا، ما عندكش الحق. حتى شي قانون ما تيخول لك انك دير هذيك العمليه ديال النصب والاحتيال والتجار في البشر وتصوري الاطفال في الجبال وتصيفطوهم لي زوروبيان ولا من غير لي زوروبيان، ولا كتحطهم في لو سيت. تحملي مسؤوليتك وتحملي اش كاين تدرك. الا لهم ميمي تاك تاك واللي كتشجعوها وكل واحد كيطبل ليها. تبارك الله عليك، لا برافو عليك، لا كتعجبيناش كتعجبك، راك كتبيع لكم ولادكم، كتصوركم ولادكم، كتشوه بالصوره ديال ولادكم. هذا هو اللي طلعتي وها هي شنو طلعت لكم. طلعت لكم انكم كتبيع لكم ولادكم، كتبيع التصور ديال ولادكم. الوغ كيف تيقولوا داك المثله اللغه العاميه كيتهضروا هذوك اللي تيطبلوا ليها، والقايها تيقول لك القايها سي صا. دابا تلقاها لان فريمون هذا الشيء ما غاديش يحبس، لان تجاوزات. وتنشكروا الاستاذ الصوفي لان شريك ديالنا، استاذ اللي هو على اعلى مستوى ودائما حاضر، فمواكب هذا الملف ديال تاك تاك وما كيتزاقلش. والاستاذ صوفي فاش كيدير ملف بين يديه راه ما كينعس، ما تياكل ما تيشرب، سورتو فاش كيكونوا اطفال. فكنظن انه الميساج وصل، وكنظن ان هاد المؤثرات يراجعوا نفوسهم، لان هذوك المؤثرات اللي غير كتنوضوا جيبيه في مقول راه كتحاسب، وراه شكايات كيتحطوا. راه واخا العقوبات البديله راه عندك متابعه، لا ماشي مشكل غير عندي ندير هذه، لا عندك متابعه وعندك كفاله وعندك ماشي في الجرائم كبيره. عقوبات البديله راه غير في الاشياء البسيطه. عقوبات البديله غير داكشي ما فاهميش. انا غندير شي حاجه عندي عقوبه بديله. عقوبه بديله فين شي حاجه اللي هي بسيطه راه ما يمكنش. تاع شهر شهرين عام عامين. هذا الشيء راه التجار في البشر، راه اطفال صور ديال الاطفال كتباع. التجار في البشر انها تهجم على صحفي على جنس اعلامي. الموضوع الصحفي غادي نوضح لك اللهم اللي ما قارياش، اللي ما فهماش، اللي ما غنقول لك باش غادي نمثلك. هذاك الصحفي اب وصحفي قاري عنده الدكتوراه ما شاء الله، وهذاك السنان راه ديالو، انا ما مركبش الفم. وهذاك الصحفي كلهم ملفات اللي كيجيو للجمعيه وانا كنشهدوا بها، كلهم المنابر كيخدموا على هذه الفئه، كلهم كيوصل الصوت ديال هاد الاطفال. كنخدموا المجتمع جسم واحد. بالنسبه لنا الصحافه جسم واحد، حتى واحد ما يهينها. كيقوموا واحد مهمه اللي هي كنسميوها سلطه رابعه. اذا اش كيدير هاد الصحفي؟ كيوصل داك الشيء اللي كاين، ما كيزيدش من عنده ما كينقصش من عنده. فكيف يعقل؟ كل من سولت له نفسه الحماق كينوض ويسب في الصحافي. سبيتو لي ميدسان، سبيتو المحامون، سبيتو القضاة، سبيتو الجمعيات. اش تكون في ملك الله نتوما؟ تقراو الاساتذه اللي في الصحافه. راه الصحافه ما كتدخل الصحافه الا ولا قريتي واحد ديزاني، عندك باك بلس 6 باك بلس 7 عاد كتدخلي الصحافه. ليسونس ماستر دكتوراه ضروري ما يكون عندك. فاليوم كنواجهوا واحد المعضله، واحد الفيروس اللي سميتو المؤثرات، وكنقولها ونكررها. هاد المؤثرات خصهم يتحاسبوا، خص الغربال هاد المؤثرات. بغينا يكونوا مؤثرات ينتقدوا، مؤثرات يوجهوا، مؤثرات يوضحوا بعض الامور.
ماشي وحده جالسه كتضرب وكتصور وكتصيفط وتخلص. فان شاء الله غادي يكون عندنا لقاء معكم باش وكذلك مع الصحافه الاخرى، لان فريمون هادشي ما نرضاوش للصحافه ديالنا، لان الصحافه المغربيه صحافه اللي هي كتوصل الصوت ديال كل مغربي. راه كنقولوا صحافه ديال الشعب، هي ليماج المغرب، ليماج ديال المغربي. راه الصحافه ليماج ديال المغربي، الصوت ديال كل شيء، الصوت اللي ملنا صوت له. كيفاش انت غادي تسبي في صحافي وغا كيوصل واحد الصوت ديال واحد الناس اللي ما تيوضح وتيقول لك فين درتي داك الشيء، كيوضع عليك سؤال، فما تنوضيش تسبيه. ولكن السيده كتعاني من القهر مشات لتجات للصحفي كتقول له شنو عندها وانت سبيتيها. فوالا سيتو، ولكن تحمل مسؤوليتها فاش كاين تضرب، تحمل مسؤوليتها. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.